داروين نونيز مهاجم الهلال القادم. الزميل فابريزيو رومانو واكثر من صحفي ذكروا ان الخيار الاول لانزاغي حاليا هو نونيز، والمفاوضات متقدمه معاه، وممكن الايام الجايه نسمع الامور تحدث. لكن خلونا نتكلم لكم عن داروين نونيز وباختصار عليه. تبي اقول لك انه نونيز مهاجم يضيع كثير ومهاجم فاشل وصفقه فاشله؟ لا تكمل هذا المقطع، لان انا شخصيا عندي وجهه نظر تجاه نونيز ان هذا اللاعب هو ممكن يكون احد اكثر اللاعبين المناسبين لاسلوب انزاغي. انزاغي يحب اللاعب اللي يتحرك، يحب اللاعب اللي يضغط. نونيز هو مثل ماركوس ليوناردو بس نسخه مطوره اكثر. بتقولي والله ضيع كثير وكل هذه التفاصيل، انا مؤمن نونيز عنده سلبيات، لكن جزء كبير من هذه السلبيات متاثر بالعوامل النفسيه اللي مر فيها اللاعب. لا تجي وتقول انه في لاعب بينجح سنتين في الدوري البرتغالي ويحقق فيها كل هذه الارقام مع بنفيكا ويكون تحت انظار كل هذه الانديه من العالم كصدفه، لان الشيء اللي سواه نونيز اكيد ان هذا اللاعب عنده الشيء الكبير من الامكانيات، لكن في عوامل اثرت على نجاحه، مع بيئه مختلفه، مع مدرب مثل انزاغي، ومع قله وندره المهاجمين في العالم. اتكلم عن الكبار حاليا، اظنها ممكن تكون صفقه ناجحه جدا، لكن في النهايه هي وجهه نظر شخصيه. افضل متابع للمزيد، اعطوني ارائكم، صلوا على النبي. عاجل يا اخوان. وبحسب فابريزيو رومانو واكثر المصادر الموثوقه في العالم، داروين نونيز هو ابرز اختيار لنادي الهلال في مركز الهجوم. يا ساتر يا اخوان. والاسم يا عيال، كانوا يفاوضوا فيكتور اوسيمين، من فيكتور اوسيمين الى داروين نونيز. بعطيكم رايي في البدايه، ولكن لا تنسى الاضافه واللايك. بالنسبة لي داروين نونيز اسم متواضع جدا وأقل بكثير من إمكانيات الهلال، ويقدر الهلال يجيب ويفاوض اسم أعلى من داروين نونيز بكثير. يعني أنت كنت تفاوض فيكتور أوسيمين، واحد من أفضل المهاجمين في العالم، وبعد فيكتور أوسيمين ارتبط برضو اسمك بفيكتور جيوغريس. بعدين يعني من هذول الأسماء تروح تتجه لداروين نونيز. من وجهة نظري البسيطة انه الهلال يعني انه هو مو حاجة الهلال، والهلال يقدر يجيب لاعب افضل من كذا. اعطوني رأيكم كهلالية، هل انتم مع هذا الصفقة او لا؟ والله ليفربول في هذا الميركاتو مسوي شغل كبير مرة، سواء في استقطاب اللاعبين وحتى شكله في التخلص من اللاعبين. يعني مشكلة كبيرة راح يتخلصوا منها بمبلغ مالي ضخم اكيد. داروين نونيز اقرب لاعب لنادي الهلال، وخلونا نتكلم عنه على السريع. نونيز طبعا يسوي كل شيء تبغاه، يضغط، يفتك، يتحرك، سريع، كل شيء تتوقع موجود بذا اللاعب الا شيء واحد، وانه يسجل الاهداف. وانا ما ادري وش ابي بمهاجم ما يعرف يسجل. انت جايب سكواد الافضل في مراكزهم بفريق، اظهرتك من الافضل في العالم، عندك بونو من افضل 3 حراس بالعالم، جايب سافيتش ونيفيز من افضل لاعبين الوسط حاليا. ويوم تجي عند مركز المهاجم اللي بيخلص مجهودات خط فريقه كامل ويسجل، تروح تجيب داروين نونيز بيعيش ضغط اقوى من اللي عاشه بليفربول. البريمير ليج اصلا يصبرون على اللاعب فترات كثيره، ولكن صدقوني دورينا غير. بنشوفه باول المباريات عايش ضغط كبير بسبب ان جمهورنا يبون مهاجم هداف، وهذا من حقهم. نونيز خيار جيد الانديه كثير بسبب انه يفيد المنظومه بالضغط، ولكن الهلال ينقصه هداف. خيارنا قبل الصندوق بافيتيمبي جوميز، وخيارنا بعد الصندوق داروين نونيز. كميه سوء مو طبيعيه. اكتبوا لي تحت رايكم بالموضوع، واذا كنت بتتابع المباريات مالك الا متجر 7 تي في، متجرهم في البايو. تحسبون بالغ لما اقول لكم نونيز كارثه؟ طالع ابغاك تستمتع مع المهاجم. انا دائما امدح مفاوض الهلال، لكن اقسم بالله في صفقه نونيز يا شيخ والله البقاء على متروفيتش انه ارحم وافضل. طالع معي نونيز يا لطيف على المهاجم الفتاك، يا لطيف على طالع هذا ما هو نونيز. هذا يلا والله كان عيال هو جري، والله تبغاه جري خذ رجال، بس في الفينش والله كارثة يا اخي. خيار الهلال الاول حاليا، ويقولوا خلاص كل الصحف يقولون الهلال قدم له عرض رسمي. للاسف الهلال قدم له عرض رسمي. هذه بشارة للاندية الثانية، الهلال ابدا ما هي بشارة له. طالع جنون والله جنون. انا ما ادري ليش انزاجي يبغانا، ماني عارف. في طفرة مهاجمين يعني، جماهير ليفربول مبسوطين وبيسووا حفلات، بيسووا يا شيخ عشان خروج هذا. انا ما ادري كم الهلال عارض عليه، لكن اذا اكثر من 10 مليون مصيبة. مع انه هذا جاء ليفربول اتوقع ب 60 70 مليون. تفرج جميع مباريات العالم 3 اشهر 28 ريال، الرابط في البايو، بالاضافة الى افلام ومسلسلات. ارزاق هو جاري خذ رجال بس فينش لا. انا الحين قاعد اجيب لكم اسوء لقطات، يعني اللقطات اللي ما تضيع ابدا. ما بقعد ادور اتزل عليه. ممكن يجي ويكون شيء تاريخي مع انزاجي، لكن ما تدري لكن المعطيات تقول غير كذا ابدا. غريب والله، لاعب غريب. ايوه هذه بيضيعها. مبروك عزيز الهلال الصفقه دي، تستاهلون والله كارثه يا جماعه.
هذا دياز. اي هذا مو نونيز اللي يسويها يتعوق. نكذب. مبروك عزيز الهلالي نونيز، يقولون خلاص الصفقه بتتم بشكل رسمي. تم. هم ليفربول بس يستنون احد يديهم عرض. الهلال قدم عرض رسمي، لو ب3 ريال بتاخذونه. الله يصبركم اذا جاكم.